يسعد مساكم أعزائي. سبب انهيارات المباني في تركيا أثناء الزلزال، وأنه ما تحملت الزلزال قوة الزلزال، الحديد السوري. الحديد السوري ما كان بمواصفات جيدة، آمنا وصدقنا، ولكن في سؤال بيطرح نفسه: هل مواصفات لما الحكومة التركية اشترت الحديد من الحكومة السورية ما بتعرف المواصفات جيدة أم لا؟ وحين المتعهدين اشتروا الحديد من الحكومة التركية كمان هن ما عرفوا يعني المواصفات. للأسف هيدا السياسة اللي عم تروجها حاليا تركيا من خلال شاشاتها للشعب التركي سياسة معروفة، وبتمنى من الشعب التركي يفهم شو غاية الحكومة الحالية. ما نتمنى يصير صراع داخل تركيا بين الشعب السوري والتركي، وخاصة في هذه المرحلة، لأن تركيا بهالسياسة وهالسيناريو اللي طلعت حكت فيها بهالمبرر صارت شماعة رح تبيض الوجه، يعني رمت أخطاء وتقصيرها على الحكومة السورية والشعب السوري. ونحن ما نتمنى يعني يصل المواصيل للأسوأ بين الشعب التركي والسوري. نتمنى يتفهم الموضوع تماما الشعب التركي، انه هذه السياسة عم تستغبيكم للأسف. ومشان نوضح للشعب التركي رح نزل مقطع باللغة التركية، وهيدا رد كمان للإعلام التركي والحكومة التركية. وشكرا.